حلم ولا ده خيال ولا اللي شايفه ده حقيقة؟ منتخب مصر النهاردة يا جماعة اثبت لنا ان هو قد ايه في رجعة، في تغييرة. حاسس ان احنا هنتقدم بقى وهنزيد في اداء كبير، في فرق كبير قوي عن مثلا توليات كيروش، ايهاب جلال، كوبر، الحاجات بقى اللي محدش يعني يتذكرها دي بصراحة. لا فعلا فيتوريا يا جماعة النهاردة اثبت لنا ان في تعليمات بتتنفذ، في اوامر بتتنفذ، في رجولة في الملعب، في روح. انت بتكسب المنتخب اللي مصنف تاني على العالم بعد البرازيل، انت متخيل؟ ناس طبعا هتقولك يا عم لا ده ماتش ودي وبيلعبوا بقى لا بالراحة، والمدرب قال لهم بلاش احتكاكات عشان الاصابات، ما فيش عندنا كاس عالم. سيبك من كل ده، النتيجة ايه في الاخر؟ 2-1 لمصر. فبصراحة الرجولة جامدة جدا. الدنيا يعني بصراحة لا يعني شايف في فعلا في حاجات بتتحسن جامد جدا. منتخب مصر شكله راجع ان شاء الله. عايزين طبعا هنتكلم التحسينات اللي جاية، ونشوف برضو بلجيكا ايه النظام بتاعها. فان شاء الله النهاردة هنتكلم عن مصر وبلجيكا، ونشوف كل فرقة قدمت لنا ايه النهاردة. You know I came through, you know I came through, you know I came through with the fuego, you know I came through, hey, you know I came through, you know I came through with the fuego, you know I came through, hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low, I cannot lay low, yeah, I cannot lay low, you know I came. طيب خلينا نبدأ من بلجيكا الأول. بلجيكا هي طبعا التشكيل يعني معقول، انا قلت التشكيل بيبدأ كده في الحنين. ما انا لوكاكو تقريبا اترسل، اظن كانوا مصابين لانه منزلوش تقريبا، يعني كان في حاجة. بدأش ميرتنز، بدأ باتشواي، مش عارف ايه، يعني كل ده طبعا كلام فارغ. كده كده نظريا انت اي تشكيلة تنزل بيها انت اقوى من عندنا، ده اكيد يعني نظريا. فدايما بدأوا طبعا ماسكين طبعا الكورة، يعني ده اكيد طبعا الشوط الاول كله ماسكين الكورة. راحوا على الجون، كرة باتشواي اللي جت في الكروس بار دي كانت لو جت جون كان هيبقى موضوع مشكلة. ما افتكرش لانها لو كانت جت ما كانوا هيبقى عندهم نفس الثقة بتاعت اللي كانوا بيها. لكن كانوا ماسكين كورة. المشكلة عندهم بقى في الدفاع يا جماعة. انا شايف الدفاع بتاعهم لا يعني محتاج، الدفاع محتاج بجد زقة، لان يعني شوفنا في الشوط الاول يعني ايه، اول مش عارف كام دقيقة تريزيجيه راح بكورتين كانوا خلاص خلصوا. الكرة اللي هي صلاح رفعها له حطها بيمينه، ايه كورتوا جابها ايه بايده، دي كانت جون دي. والتانية اللي النني عملها له ثرو، قام راح كان ايه المفروض يحطها لوب طبعا او لصلاح يعني، بس ايه لعبها على الارض وكورتوا صدها برضه. فالدفاع لازم يشتغل عليه شوية. انا طبعا معرفش هو اللعب ده كان هو ده لعبهم فعلا يلعبوا في كاس العالم هنشوفه، ولا هم يلعبوا بيريحوا. بس طبعا ده اكيد فرصة ان المدرب بتاعهم برضه يعرف مين اللي معاه ومين اللي مش معاه، مين اللي هيعتمد عليه ومين مش هيعتمد عليه. فبس هازارد يعني ايدن لسه بصراحة يا جماعة من ساعة ما جه الريال يعني، وانا حزين عليه بصراحة. كان من احسن وينجرات في العالم. كان وزنه زايد قوي يا جماعة، وزنه زايد قوي في الماتش. يعني شوف الماتش لا جسمه زايد قوي، مش هو ده هازارد يعني. قعد يقول انا في كاس العالم هثبت للانشيلوتي ان انا استحق اللعب. هو قال لك اساسا انه حاسس ان هو خلاص في يناير هيمشي، قال لك يعني هو عايز يلعب وبتاع والنادي مش هيكمل معاه. فما نعرفش، يمكن يتألق كاس العالم. بس رونالدو النهارده لا مفيش، ما قدمش حاجه. متني برضه هو كمان مع كراسكو، وهنتكلم طبعا نقول ايه السبب، الاسباب ايه هي. لا فما عجبتنيش. دي بروين النهارده يا جماعه سيء، يعني سيء بقى من اول كوبري بتاع مصطفى محمد دي بتحصل. بس لا سيء ان هو الكوره بتضيع منه، مفيش حاجات بقى اللي بتاعت هالاند دي، ما عندوش اللي هو يخلص، ما عندوش بقى فين باته وفين التريبيه بتاعته فين، مفيش حاجات دي يعني مشوفناش النهارده. انا قلت ده يشوط لك واحده كده مثلا بره 18 جون هيرفع لنا واحده، لا ما لقيتش الكلام ده. فبس فيعني ده اللي اظن اللي لازم يحسنوه الدنيا عندهم، بس ايه عشان يقدروا يعني يكملوا في البطوله. طيب نروح لمنتخب مصر. ارجل يا جماعه واحد في الماتش، هو مين؟ ايوه زي ما انت قلت، اكرم توفيق. اكرم توفيق يا جماعه النهارده هو بجد فعلا يثبت لاي حد انه يستحق يحترف، يلعب بقى في الدوري الانجليزي عادي هيلعب. النهارده يا جماعه يعني كراسكو وهازارد كله يلعبوا على الشمال، معرفوش يعدوا منه.
غير كوره واحده بس بتاعه الجون بتاع بلجيكا اللي اونيادا تقريبا جابه، اللي كاراسكو عدى منه قام حطها له ايه والجون فاضي، عشان مش عارف كان علي جبر فين، مش عارف طلعه تقريبا وما نزلش حد ولا انا مش فاهم حاجه. فلا لعيب يا جماعه فعلا كبير، ربنا يحميه ويبعد عنه الاصابات، فعلا راجل فعلا. ودي مش اول مره يعني، كل ماتش يلعبه لازم، عمره ما خذلنا حقيقي. ففعلا لا لعيب كبير، انت موقف يعني ايه جناح اتلتيكو مدريد وجناح مدريد. فلا بصراحه عجبني جدا يا جماعه، يعني فعلا نقله ان احنا كمان ما كانش عندنا باك يمين، احنا كنا بنعاني كتير قوي على باك يمين. بعد زي احمد فتحي والمحمدي خلاص مشوفناش حاجه تاني، كمان ده مش مكانه يعني، ده حاجه هو بيلعبها يعني، هو اصلا في اساس سي دي ام جه يلعبها، فلو هو يأدي كده بحاجه مش مركزه اساسا، لا طبعا يعني شابوه جدا يعني، اسقف لك بصراحه. فلا في لا يعني رجوله، في روح، لعيب فعلا. لا يعني سلايد تاكلز تلاقي غشوميه، كان النهارده كان عمل حاجه كده في دي بروين وقفه يعني دي بروين حتى بعدين اداله بطنه كده بكتفه، بس يعني هي حاجات ملاعب. فبصراحه لا اكرم التوفيق يا جماعه، كده معروف عنه ان هو لعيب ايه راجل. الدفاع بصراحه 10/10، مفيش حاجه يعني ما لفتت نظري، بس الجون بس اللي دخل مش عارف كان علي جبر تقريبا، مش عارف كان فين، طلع وما نزلش حد مكانه ولا انا مش فاهم يعني، الكوره جت من عنده. طبعا هشيل طبعا محمد حمدي الجون التاني، لان هو المفروض محمد حمدي يكون سابق اللعيب اللي هو جاب الجول الاول بتاع بلجيكا، المفروض يكون سابقه، لان انت كنت وراه، لو سبقته كنت حط لي رجلك خلاص ما كانتش جت، لان كنا رحنا 2-0 كلين شيت ومع السلامه. مش عارف يعني النظام ايه بصراحه. هي بس الدفاع اللي كان يعني حلو بصراحه عجبني. نص الملعب يا جماعه بس طارق بصراحه راجل، انا قلت بقى يطرد وبتاع وهيعمل حاجه بطل، لا بصراحه راجل. النني يا جماعه لعيب كبير طبعا يعني، بيدافع وبيطلع وبتاع، ادى يعني بشغل 8 فعلا. محمود حماده انا حقيقه يعني ما اعرفوش قوي، لان عارف بس هو بيلعب في فاركو ولعب قبل كده في ماتش النيجر وبتاع وادى باداء كويس. النهارده يعني هو اقول عادي، مش وحش يعني، ادى برضو دفاعيا حلو، بس يعني اكيد مش هيلعب اساسي بعد كده يعني، بعد كده هنشوف بقى قفشه، هنشوف امام عاشور، اللعيبه اللي هي ايه احسن في مراكزها دي. فبس الهجوم طبعا يا جماعه عاجبني جدا الكيمستري والتناغم ما بين مين، صلاح وتريزيجيه. فعلا يا جماعه بجد لا شفنا كذا كوره اكتر من تقريبا بدون مبالغه 10 كور، صلاح بيسقط نص الملعب كده بلاي ميكر، يرفع بشماله لتريزيجيه وتريزيجيه بيتحرك من ورا المدافعين، بيشاور له كده ويتحرك من ورا المدافعين ويعدي. فعلا شفناه اكتر من مره بجد، شاف الماتش هيلاحظ كذا مره يعدي، حتى مره جت تسلل ومره عدى، بس صلاح ما عرفش يظبط معاه فما لعبلهالوش. لا فشكل في تعليمات متدربين عليها كذا مره فعلا. لا تريزيجيه يعني بصراحه النهارده كان رهيب بمعنى الكلمه. لا يعني صلاح كان جامد كمان برضو، نزل الحته دي عجبتني ان هو بينزل يسقط كده بلاي ميكر يرفع بشماله كذا واحده بجد يا جماعه، كذا واحده بنفس الطريقه، تريزيجيه يعدي ويشاور له ويعدي من ورا المدافعين وبتوصل، وساعات لا بس بتوصل منها حتى جه الجون. الحاجه بس يا جماعه اللي احنا تقريبا ناسيينها ان احنا مش في كاس العالم يعني، ده اللي محزنني فعلا ان احنا بالاداء ده بتاع النهارده ومش في كاس العالم. كان فينك يا فيتوريا انت واللعيبه اللي بالروح دي، كنتوا فين في ماتش السنغال والظلم اللي حصل لنا؟ والله يا جماعه لو كنا بده كنا اتعدينا يعني، عدينا دلوقتي بنشهيص في المجموعه، كنا هنكسب بقى ايه قطر ومثلا نتعادل مع اكوادور او نكسبهم ونخسر من هولندا ونطلع تاني، ويبقى اول مره في حياتنا نطلع دور 16. كان فين هواك يا حبيبي؟ كان فين؟ حرام فعلا، حزين يعني انا والله حزين ان احنا فعلا مش في كاس العالم، اضطر بقى نستنى 4 سنين. فبس ده اللي انا عايزه بالاداء ده بقى، نكسب افريقيا اللي جايه، كاس افريقيا، نتاهل كاس العالم ان شاء الله التصفيات الجايه، اي بطوله نخش فيها نثبت بقى ان احنا احسن من السنغال والمغرب والجزائر وتونس وكله، نثبت ان احنا احسن في افريقيا، نعود بقى زي زمان، الجيل الذهبي بقى بتاع زمان. بس يا جماعه ده كان رايي، حبيت اشارك معاكم يعني. متنسوش طبعا تبقوا تعملوا لي كومنت تقولوا لي برضو توقعتوا كان ان احنا نخسر سكور ولا نكسبهم ولا كان ايه الدنيا.
شوفوا بقى تعملوا لايك سبسكرايب شير ولايك للفيديو، والسلام عليكم.